لو كنا هنتكلم عن الخلافة إذا لسادتنا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول الذي حدد قال الخلافة في قريش. وحينما نأتي للإمامة العظمى إذا لابد أن تكون لواحد من بني هاشم. يعني ما احنا لا نريد أن نفتح جراحا ولا نريد أن نكشف قروحا، ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولحظات الاحتضار الأخيرة طلب أن يملي كتابا على الحضور، ولكن سيدنا عمر عليه رضوان الله رفض، قال يعني عندنا كتاب الله وعندنا سنة الرسول ولا داعي يعني لأمور معينة. فالرسول يعني طردهم، قال قوموا عني، طالما أنتم اختلفتم ولم تستجيبوا إلي فقوموا عني، فقاموا. إن الخلافة بغض النظر عمن تولاها انتزعت من سيدنا علي انتزاعا، وأمور دبرت بليل ضده وضد سيدنا الإمام الحسن رضي الله عنه، وضد سيدنا وإمامنا الإمام الحسين رضي الله عنه.